السلام عليكم. اليوم عندنا هاي جيب جراند شيروكي 2021 دبليو كي. السيارة وصلتنا مثل ما تلاحظون مؤشر بيها مانع الانزلاق بسبب انه صاحب السيارة صاير عنده تلف بالفور ويل وما حاب يبدله، يعني لاغيه ميكانيكيا. هاي في حال نشغله ما يشتغل بمشاكل. راح نلغي الموضوع مالته برمجيا، نحول السيارة من فور ويل الى تو ويل درايف. كذلك مؤشر عنده ايرباج بسبب نقص بالسيستم، كذلك ما موجود حساس تصادم امامي. راح نشد له حساس تصادم امامي ونعيد السيستم مال السياره في سبيل اطفاء الايرباك. وكذلك الاوتو ستارت ستوب مؤشر بسبب نقص بالمنظومه مال هود اجار سيركت 1 و 2 بسبب الحادث اللي متعرضه الى السياره الامامي. على كلنا راح نعالج هاي المواضيع برمجيا، ونعالج قطاعات الضفيره اللي موجوده سواء بالهود سويتش 1 او 2. كذلك نعوض الحساس مال التصادم الامامي الايمن اللي بسبب الحادث اللي متعرضه الى السياره القطعه ما موجوده. راح نوفرها ونشد بقيه التفاصيل اللي ذكرنا لكم اياها بالفيديو. تابعونا للنهايه. السلام عليكم، رجعنا لكم بهاي جيب جراند شيروكي 2021 اللي بلغناكم بدايه الفيديو بانه السياره كان بها نواقص كهربائيه وميكانيكيه. ابتداء من اول امر لغينا الفور ويل برمجيا بفضل رب العالمين وتوفيقه، وايضا اوضاع القياده بقت فعاله، لان اغلب الورش اذا لغوا الفور ويل هاي الاوبشنات الاثنين يوقفون، مال سبورت ومال ايكو. احنا بفضل رب العالمين توفيقه مثل ما تلاحظون هاي شغاله، وهذا كارت الفور ويل القديم. كذلك تعالج موضوع الايرباج مثل ما تلاحظون، الايرباج طافي، ونو ستورد مسج، تشيك انجن طفى، الاوتو ستارت ستوب طفى، وايضا نظام التشغيل عن بعد رجع فعال مثل ما تلاحظون. السياره راح تشتغل وبدون اي مشكله. تحياتي.